ذاع صيت نصير شمة بقدر كبير في العراق، والبلد أيقنت أو الفنانين أيقنوا أن عندهم موهبة معتبرة اسمها نصير شمة. ده لم يشفع له بأي حال من الأحوال أنه لما تروح وشاية للأمن العراقي بأنه الأستاذ نصير معارض، أنه يقبض عليه ويكاد يواجه حكما بالإعدام. التجربة دي تجربة يعني تتحكي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن هي قلما أو نادرا ما تحدث. على فكرة في مطربين في صباح السهل كان نجم طالع في بدايته انعدم راح. في مطربين، يعني المطرب عادة أشهر من الموسيقي طبعا. وفي ممثلين، ممثلات، مذيعات. في أهم مذيعة دخلت السجن ظلت 30 سنة على كلمة بينها وبين مذيعة زميلة لها بتلفزيون بغداد. هذا الأنظمة الشمولية دائما تصير فيها هذه البلاوي. يعني الآن مثلا شوفي كوريا الشمالية، يعني تلاقي نفس السيستم هذا اللي احنا كنا عايشين فيه من السبعينات يعني والثمانينات والتسعينات إلى أن وصل البلد الحكم الفردي، وصل البلد إلى ما هو عليه الآن. صار ساحة مفتوحة لحرب مختلفة من كل الجهات وكل الأفكار الغريبة اللي ما لا تمت بصلة للعراقيين بأي تفصيلة أو بأي جذر. ليس لها أي جذر في العراق. حتى على فكرة الكلام عن السنة والشيعة والطائفية والأكراد هذا كلما كان مطروح قبل، كلما كان مطروح، كله تأجج سياسيا حتى العراق يصير سهل السيطرة عليه. اتقبض عليك ازاي والتسلسل حصل فيه ايه؟ التسلسل خطفني السفير العراقي يعني اسمه غافل جاسم، وهي للتاريخ يعني لازم يعرف هو عمل عملة كبيرة. أكيد هو يعني يطيع أوامر من بغداد، بس بعمان أنا كنت عندي مسرحية عن فلسطين اسمها البلاد طلبتها الهائي بالأردن، وطلبني للسفارة، وما كان العراقيين يخافوا من سفارتهم في ذاك الوقت. كانت الأمور بعدها يعني هي بعد التسعينات صار الخوف أكثر من السفارات. وطلبني للسفارة، مجرد دخلت لهجتها تغيرت، صارت مشادة بيني وبينه كبيرة. قال لهم للعاملين بالسفارة، كان جايين فريق من بغداد 6 تقريبا أشخاص، أخذوني من السفارة للمطار اترحلت. اي والقنصل كان احنا عائله اخواني عائله رياضيه مشهوره. القنصل ماخذ متزوج من حد صديق اخويا رياضي بالمنتخب العراقي كان. فهذا قال لي اذا بعثناك بجواز احمر تعدم اليوم بدون محاكمه. قال لي ابوس ايدك باسبورك اريد. انا رفضت، قلت ما اعطي باسبوري. قلت له اذا تريدوا تسافروني شوفوا كيف تسافروني. ذاك الوقت كان صدام قوي، يعني في الأردن كان عنده نفوذ قوي، بحيث السفير يشيل تليفون يقول عندنا واحد نرحله بدون باسبور بدون أي شيء، يرحله يسوون له وثيقة حمراء، هذا يعدم بالليل اللي هي وثيقة حزب الدعوة، اللي يعني يتهموه تهمة دينية، وأنا ما لي علاقة في الموضوع كله يعني لا كنت معارض ولا لي علاقة بهذا الموضوع. فأعطيت باسبوري واخذوني، وصلت إلى بغداد. لا يعني انت طلعت لهم باسبورك عشان صاحبك قال لك لو ما اديتلهمش الباسبور هتروح بالوثيقه الحمراء اعدام. تعدم بالليل، قال لي لحظه وصولك تعدم بدون محاكمه. فارجوك حتى نحن نطلع من دمك اعطيني بس الباسبور. اعطيته جوازي وطلعنا الى المطار، ومن المطار استلموني امن بغداد وجرت القصه. لا انا عايز اعرف انت رحت قعدت قد ايه في السجن؟ اول شيء 23 يوم، لان عملت ضجه انا يعني ايضا ما كنت سهل. عملت ضجه كبيره بالمطار. وكلمت فنانين اصدقائي كانوا معي بالمسرحيه، منهم الفنانه عبير عيسى وجميل عواد وفنانين محمد الجالوس رسام، وفنانين دعوا كل الفنانين الاردن اجوا للمطار. فقلت لهم انا اذا وصلت اليوم للعراق لازم تبقوا تتصلوا فيه، لانه احتمال يعدموني هذا النظام. وكان معي الامن اللي جايين من بغداد، قلت لهم دول مجرمين وكلهم مسلحين، وكشفت واحد منهم جاكيته، قلت لهم كلهم شايلين رشاشات في المطار وفي الطياره راح يطلعوا معي. في رشاشات صغيره بالعراق يسموها غداره، رشاش صغير هيك هالحجم، فكلهم شايلين من نفس السلاح. فقلت لهم هذول راح اليوم يعدموني اذا ما تسووا ضجه كبيره. هذه الحركه على الاقل يتعرف انه في واحد اتقبض عليه. ما هو هذه الحركه خدمتني كثير.
ظلوا 23 يوم تحقيقات يومية كم ساعة، وبعدين قالوا راح نطلق سراحك. عملوا لي ورقة، حولوني إلى مكان على أساس إطلاق سراح، طلعت الورقة هي حكم إعدام، هي خلص يعني أنت بسجن رقم 1. صدر الحكم بإعدام. إيه، اجت ورقة بدون محاكمة، مجرد تحقيقات. والتهمة؟ التهمة شتم النظام، شتم شتم صدام، يعني شتم النظام. الناس كثير في المنطقة العربية تعتبر صدام شيء كبير وشيء رمز، بس الحقيقة الشعب العراقي شاف منه أشياء ما تخطر على البال. يعني هذه للتاريخ. أنا أعرف في ناس كثير تحبه في العالم العربي، في مصر، في المغرب العربي، في يعشقوه في فلسطين لأنه كان كثير جيد مع الفلسطينيين، بس مع شعبه أنا أشهد على الله، يشهد على كل كلمة أقولها. كان معي 400 واحد في السجن، 2 بس عشنا منهم، و400 واحد ولا منهم واحد يستحق حتى ينسجن شهر، ولا سبب يخليه موجود في هذا السجن اللي ما حد يعرف فينا لا أهلنا يعني من ولا 400 اللي كنتوا في السجن يوميا الصبح 398 اتعدموا؟ كلهم احنا واحد وشخص شاب ثاني نسيت اسمه، كان هو بس اللي طلع حي من السجن، والباقي كلهم كل يوم انعدم. الصبح يحصل ايه؟ يجمعونا الصبح بال6 الصبح بعصي غليظة جدا، يصحونا يوقفونا. المعدومين يقول بالحرب العراقي باللهجة العراقية، المعدومين يوقفوا هنا، واللي ما معدومين ما محكومين يوقفوا هنا. فأنا ما أعرف أقف مع مين، كنت أقف مع اللي ما محكوم. طبعا. فواحد بده يقرأ قال لي أنت مو نصير شمة أبو العود بالضبط؟ بتاع العود بالمصري ترجمة. اي بتاع العود، هو بالعراق أبو العود. قلت له إيه؟ قال لي أنت هنا مع المعدومين. قلت له بارك الله بيك على الخبر الحلو. كان عندك كم سنة؟ المسلسل كان عندك كم سنة بقى؟ بعد 20، ما صاير 20 يعني، بعدي صغير يعني، بس كبرت. هاي التجربة كبرتني كثير، كبرتني بحيث لا هي التجربة دي مش تكبر، هي تشيب. ايه، هي كبرتني يعني جدا. أنا حسيت نفسي صرت عمري 50 سنة وأنا في هذيك الأيام، وكل يوم تستنى يتنفس فيك حكم الإعدام. وأيضا يشهد الله على كل كلمة. كان لما يصيح أحمد مثلا، الاسم الثلاثي أحمد، في 4 أحمد ينخبطوا في الأرض يغمى عليهم الله. قبل ما يوصل أحمد مثلا كذا، أحمد رامي، أحمد أي أحمد، قبل ما يوصل الاسم الثلاثي يكون اللي أسمائهم متشابهة يغمى عليهم يسقطوا على الأرض، وتسمعي بس ضربات الرؤوس على الأرض. إحنا طبعا يعني سجن ما حد شايف مثله أبدا، يعني سجن رقم 1. الغريب أنه صدام كان فيه، يعني كان صدام محبوس فيه. يعني أنا لو الآن أمسك الحكم في العراق، أول شيء أسوي أعمل مثل مانديلا، أروح للسجون هذه أحولها إلى مراكز ثقافية، أحولها إلى مزار، أحولها إلى شيء حتى الناس تأخذ عبرة وما تكررها. لا، هو ظل هذا السجن الممر للإعدام طوال السنين اللي فاتت. فضلت منتظر تنفيذ حكم الإعدام، مش الحكم 170 يوم ضليت في هذا السجن. يا الله. بعدين قالوا يعني 170 يوم يعني حياتك أو روحك معلقة في يوميا الساعة 6 الصبح. احنا ما نعرف أي 10 راح ياخذوا من عندنا. ضربة قدر، ضربة حظ. الحقيقة يعني أيضا يعني راح الناس تكتشف إنه أشياء غريبة قدرية. تعرفي منه اللي جزء من سبب إني أخلص من هذا الإعدام؟ مين؟ نور الشريف. نور الشريف ده؟ أي نور الشريف فنان الكبير. ليه بقى؟ سمعني بالبصرة في يوم الفن، وكان ليلى طاهر وتيسير فهمي ونور الشريف وصلاح السعدني ومجموعة من فنانين مصر الكبار. ونور الشريف أول مرة يسمع العود بعودي وقف مسك المايك وحكى كلام كبير جدا. كان جالس مسؤول بعثي على جنب بمكان يعني بعيد عن الأنظار. هذا المسؤول هو السبب فيما بعد في إطلاق سراحي، اسمه ثابت الدوري. يعني انت تعتقد انه الكلام المحترم اللي قاله نور الشريف قدام الراجل ده قد يكون سبب؟ مو قد يكون سبب، هو غلهم. انا شفته بيوم الفن، الفنانين المصريين انجنوا فيه، ونور الشريف قال عنه كلام عجيب غريب. شلون هذا يموت؟ على شو يموت؟ على اي سبب؟ فجيبوا ملفه، اخذوا الملف. انت حكيت موضوع نور الشريف ده قبل كده؟ انا اول مره اسمعه. انا يمكن حكينا. انا اتمنى له الشفاء العاجل، يعني كل التحيه والمحبه والسلام لنور الشريف. ده انت انقذت الراجل ده من على حبل المشنقه. يا الله. ايه احيانا الاشياء كيف تمشي كيف تدور. ولذلك هو اول صديق لي في مصر نور الشريف،
أول صديق إلي حقيقي كان نور الشريف.